الفيلم لو عجبكم هنعرف من تعليقاتكم واشتراكاتكم، وأكيد وقتها هننزل لكم أفلام أكتر هتعجبكم. الفيلم بيحكي عن بيضة بتقع من العش بتاعها وبتفضل تلف يمين وشمال في الغابة لحد ما بتفقس في مكان بعيد، وبيخرج منها طائر لونه أصفر صغير، وهو بيدور على مامته بتظهر له دعسوقة وبتطمنه وبتقوله إنهم هيكونوا أصحاب وهيعيشوا مع بعض مع أصحابهم الأرانب. وبيعدي الوقت وبيكبر الطائر، ولأن الدعسوقة ما بتعرفلهوش اسم بتسميه أرنبها الصغير. ولما بيجي وقت الخريف بتقوله إنه لازم يهاجر زي باقي الطيور للجنوب، وعرفته إن في رحلته هيشوف العالم ويتعرف عليه. بس الطائر الأصفر مش بيوافق يسيبها وبيخاف يهاجر مع طيور ما يعرفهاش، والدعسوقة بتبدأ تفكر في طريقة تقنعه بيها. في الوقت ده بتوصل عصفورة اسمها دلفة لباباها داريوس قائد سرب الطيور، وبتديله ورقة شجر وبتقوله إن الخريف بدأ، وداريوس بيقول لها إن كده جه وقت هجرتهم للجنوب. ولما الطيور بيسمعوه بيفرحوا وبيروحوا يبلغوا بعض إن الهجرة هتبدأ. بس داريوس مش بيفرح لأنه بيكون خايف على السرب بتاعه من الطيارات واللي بيكون فاكرها طيور حديدية، وبيدور على الخريطة على طريق للهجرة غير اللي متعودين عليه. وقتها بيوصل له كارل المساعد بتاعه وبيتضايق لانه مش اول واحد يعرف بان الهجرة هتبدأ. بس داريوس بيقوله انه مش محتاج يعرف ميعاد الهجرة لانه عنده حاسة سادسة مميزة وهيعرف لوحده ان ده ميعاد الهجرة. في اللحظة دي بتكون الدعسوقة لقت حل علشان تشجع الطائر الاصفر وتخليه يخرج للغابة، وهي بتلعب معاه رمت له حبة البلوط في الغابة بعيد عن بيتهم، وبعد ما عملت نفسها وقعت اترجته يجيب لها الحبة بتاعتها لانها غالية عليها وجدتها ادتها لها هدية. ساعتها الطائر الأصفر ما كانش عارف يتصرف ازاي وخرج للغابة وهو بيقدم رجله وبيأخر التانية. وقتها كان داريوس واقف بيشوف مسار الطيارات، بس فجأة هجم عليه قطط مفترسة وكسروا له جناحه، وهو بيهرب منهم دخل للمكان اللي موجود فيه الطائر الأصفر وفضل يستغيث ويطلب المساعدة لحد ما ربنا كرمه وصعب على الطائر وراح له وهو مرعوب. بس بعد ما شاف جناحه مكسور وتعبان صعب عليه وقال يساعده، لكن داريوس قال له ان مفيش وقت لانه خلاص بيموت، وطلب منه يوصل رسالة لعيلته وقال له يقول لهم انهم لازم يهاجروا لافريقيا بسرعة والا هيموتوا، وقال له يبلغهم ان كارل هو اللي هيكون القائد بعده، وطلب منه يعرفه ما يهاجرش بالطيور من الطريق المعتاد انما يعدي من فوق الصخور الحادة ويطير لنهر اليرقات، ولما يوصل للبحر ويعديه هيلاقي افريقيا. في الوقت ده عيلة داريوس كانوا قلقوا عليه لانه اتأخر وطاروا يدوروا عليه، ولما شافوه نزلوا له دلفة راحت له وما قالهاش غير الطائر الاصفر ومات. ولما هي شافت الطائر الأصفر سألته عن السبب اللي خلى باباها يقول اسمه، ووقتها الطائر كان هيبلغها الرسالة، لكن الدعسوقة راحت له وقالت له ان دي فرصته علشان يكون مع سرب ويهاجر ويشوف العالم، واقنعته ما يقولش لدلفة الحقيقة. وقتها الطائر الأصفر قال لدلفة ان باباها اختاره يكون قائد السرب بتاعهم، وقال له انه لازم ياخدهم ويهاجر بسرعة لافريقيا ويختار طريق غير المعتاد علشان يبعد عن الطيور الحديدية. وطبعا دلفة والطيور اول ما سمعوا الطيور الحديدية صدقوه لان داريوس كان طول الوقت خايف منها. بس الكلام ده ما اقنعش كارل وقال ان هو اللي كان المفروض يكون القائد بعد داريوس. في الوقت ده القطط المفترسة وصلت لهم والطيور هربوا بسرعة منها ما عدا طائر صغير ما كانش عارف يطير، ولما الطائر الاصفر شافه راح له وانقذه وكمان ضرب القطط وخلص عليهم بالصدفة. وبعد ما وصل الطائر الصغير لعيلته الطيور شكروه وقالوا اكيد داريوس اختاروا يكون القائد لانه شجاع، وقرروا يثقوا فيه ويمشوا وراه للجنوب، وكمان خلوا كارل يروح معاهم وقالوا له انه بكره يتأكد ان الطائر ده مميز. ومن هنا بدأت هجرة الطيور بقيادة الطائر الأصفر، ووقتها كارل عرفهم انهم طايرين في الاتجاه المعاكس لكن الطيور ولا هم هنا، وفضلوا ورا الطائر الأصفر لحد ما وصلوا للصخرة الحادة. والطائر لما شافها افتكر ان داريوس قال له انهم لازم يطيروا فوقيها ويعدوها، وفكر نفسه قائد بجد وهيقدر يوصل السرب لافريقيا، وفضل طاير وهم وراه لحد ما وصلوا فرنسا، وقال للطيور يرتاحوا من الطريق ويكملوا تاني يوم. وهو عمل شجيع السيمة وراح يجيب لهم اكل من عند الطيور بتاكل، وطبعا الطيور ضربوه وبهدلوه وانتهى بيه الحال على سلك كهرباء واتكهرب. وكل اللي لفت نظر الطيور انه شجاع علشان كده داريوس اختاره، ومع ان كارل حاول يفهمهم انه فاشل لكن محدش صدقه. ودلف راحت للطائر الاصفر علشان تطمن عليه بس لقيته متوتر وقلقان، وقال لها انه مش هيقدر يكمل معاهم الهجرة والاحسن انهم يعتمدوا على كارل وهو هيرجع لاصحابه. وقتها دلف اترجته يساعدهم وينفذ
تنفذ طلب باباها بانه يكون القائد. وبالنسبة للطائر الاصفر اتخيل قدامه الدعسوقة وقالت له ما تبقاش حمار وكمل الرحلة لان دي فرصتك، وهو قرر ما يبقاش حمار ويكمل الرحلة. واخد الطيور وكملوا طريقهم لافريقيا، وفي الطريق جانيت سألته عن اسمه والطائر الاصفر عرفها انه ما شافش اهله وملهوش اسم. وقتها كارل شاف طيور ماشيين في عكس الاتجاه وقال لعيلته ان ده بيأكد انهم في الطريق الغلط، لكن برضه محدش صدقه وفضلوا طايرين ورا الطائر الاصفر لحد ما وصلوا عند البحر وافتكروا البحر المتوسط وانهم لما يعدوه هيوصلوا افريقيا. وقرروا يرتاحوا من الطريق في اول غابة قابلتهم ونزلوا على شجرة 5 نجوم، وهناك قابلوا الطائر صاحبها. ولما عرف انهم تايهين وفاكرين نفسهم عند البحر المتوسط مرضاش يقول لهم الحقيقة وانهم في هولندا لانه ما صدق يلاقي زباين في نهاية الموسم. في الوقت ده كارل كان متأكد ان في حاجة غلط بتحصل، والطيور علشان يهدوه اخدوه طاروا يشمموها ونقي. اما الطائر الاصفر لقى في المكان فاطمة ومراته، ولما سألهم عن المكان اللي هم فيه عرف انهم في هولندا وبعيد جدا عن افريقيا، وقعد يفكر هيتصرف ازاي ويحل الكارثة. في الوقت ده كان الدلف وولي بيطمنوا على الاطفال واكتشفوا ان مشكا مش نايم مكانه، وهم بيدوروا عليه شافوه بيحاول يطير من فوق صخرة، ولما شافهم وقع ودخل جوه تيار هوا ومعرفش يخرج. ولما راح له ولي ينقذه اتخبط في صخرة واغمى عليه. وقتها الطائر الاصفر شافهم وطار بسرعة ومسك مشكا، بس اذكى اخواته دخل معاه في تيار الهوا، بس لحظه شافوا الفقمة وانقذوا. وولي بعد ما فاق شكرهم انهم انقذوا مشكا، وكل واحد من الطيور راح على عشته ونام. وتاني يوم رجعوا سرب الطيور يكملوا هجرتهم، والطائر الاصفر حاول يفهمهم ان في طريق تاني وكان هيرجعهم للطريق الصح، بس قبل ما يتحركوا لقوا عاصفة قدامهم. وكارل قال لهم ان صعب يطيروا عكس اتجاه الرياح، وعرفهم ان الحل الوحيد انهم يطيروا تحت العاصفة مع اتجاه الرياح. وفعلا الطيور سمعوا كلامه وفضلوا طايرين لحد ما وصلوا المركب غرقانة ودخلوا جواها علشان يبعدوا عن العاصفة ويدفوا الطيور الصغيرين. وهناك كارل كان متعصب لان الطيور الصغيرين ممكن يموتوا بسبب تصرف طائر فاشل. وقتها دلف حاولت تدافع عن الطائر الاصفر لانه صعب يتوقع ان في عاصفة هتحصل، لكن باقي الطيور بدأوا يستوعبوا ان الطائر الاصفر مش مؤهل يكون قائد. ساعتها الطائر ملقاش حاجة يقولها ويدافع بيها عن نفسه وراح يدور على اكل للطيور، ودلف وولي راحوا وراه. وقتها باقي الطيور شافوا طيور سودا موجودة على المركب وافتكروهم زومبي وطبعا خافوا منهم. ولما دلف وولي والطائر الاصفر سمعوهم طاروا تاني لعندهم، بس اكتشفوا ان المركب بتغرق وهتنزل تحت المية. وهم خارجين منها كارل اتخبط في الخشب واغمى عليه، وولي والطائر الاصفر ومعاهم مشكا قدروا ينقذوه ويخرجوه معاهم بره المركب. وقبل ما يفكروا هيطيروا في اي اتجاه حصلت عاصفة جامدة هدفتهم وسط الجليد والطيور كانوا هيتجمدوا. في الوقت ده الطائر الاصفر اعترف بالحقيقة للطيور وقال لهم ان داريوس اختار كارل يكون القائد مش هو، وبعد ما اتأسف للطيور سابهم ومشى لحد ما تعب وما بقاش قادر يتحرك. وقتها ظهرت له الدعسوقة في خياله وورته مكان مرسى الطائرات، وبسرعة الطائر رجع لسرب الطيور واقنعهم يركبوا الطائر الحديد ويروحوا معاه لافريقيا. ومع ان الطيور ما كانوش شايفين ان ده الحل، بس ما كانش قدامهم اختيار تاني. وبعد ما وصلوا للطيارة اطمنوا وحسوا انها مش خطر زي ما كان داريوس بيقول. في اللحظة دي كارل رفض ينفذ فكرة الطائر الاصفر وقرر يرجع افريقيا لوحده، بس الطائر ما سابهوش ومسكوا بكرتونة وركبوا الطيارة، لكن هو ما قدرش يركب معاه لان التلج وقع عليه وما قدرش يتحرك. ساعتها كارل رجع له تاني وانقذه ودخلوا هما الاتنين الطيارة. وبعد وقت ما صدقوش انهم بقوا في افريقيا، وكل الطيور سامحوا الطائر الاصفر على اللي عمله وعرضوا عليه يعيش معاهم على طول ويبقى جزء من السرب. وبعدها سموه سام وكمان اتجوز دلف وعاشوا الطيور بسعادة، وقرروا انهم يرجعوا موطنهم في الصيف بس المرة دي بقيادة كارل. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، ونحب نعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم لأفلام جديدة.